أهلا بكم. تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع النهائي. تأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا أمام المنتخب التنزاني. المقابلة اللي جرت اليوم بملعب مولي عبد الله بمدينة الرباط. تأهل نعم جاء بصعوبة، لكن تحقق المراد، وهو التأهل وفقط، بأي نتيجة كانت وبأي أداء كان. التأهل هو الثالث فقط للمنتخب الوطني المغربي في مشاركاته القارية بكأس إفريقيا منذ نسخة 2004. منذ نسخة 2004 المنتخب الوطني المغربي لم يتأهل في الأدوار الإقصائية باستثناء نسخة 2021، تأهل أمام مالاوي في نفس الدور، والنسخة الحالية. البقية كانت إقصاءات تلو الإقصاءات، سواء في الدور الإقصائي الأول في ربع النهائي في النظام القديم، أو في ثمن النهائي وآخر نسخة في النسخة الماضية أمام جنوب إفريقيا. إذن تأهل مهم جدا أمام منتخب تنزاني لعب بدون مركب نقص، بقيادة مدرب كبير جدا يعرف الكرة المغربية، يعرفها جيدا، ودرب عديد من اللاعبين المغاربة، وعمر طويلا في المغرب لمدة تقريبا 10 سنوات، مؤخرا مع حسنية أكادير، مع الوداد الرياضي، مع اتحاد طنجة، ثم كمساعد مدرب مع الراحل الأرجنتيني أوسكار فيلون، والتتويج مع الوداد الرياضي سنة 2002 بكأس الكؤوس الإفريقية. إذا مدرب يعرف جيدا الكرة المغربية وحضر جيدا المقابلة. فريق تنزاني كان واقف مزيان، لكن المبتغى أتى بهدف إبراهيم دياز في الدقيقة 64، هدف اللي أحرر العناصر الوطنية، ولعبنا ما تبقى من المقابلة بارتياح نوعا ما رغم بعض الهفوات سنعود إليها. يقول المثل المغربي: أصحاب الميت صبروا والعزاء يكفروا. هذا هو حال بعض الصحفيين وبعض الوجوه المعروفة التي خرجت بعد المقابلة لنفس سمومها كما هي العادة، لا تحكيم، لا الكولسة، لا القجاء، محاولات للتشويش على المنتخب الوطني المغربي. تصريح غاموندي عجبني صراحة بعد نهاية المقابلة. قال أن المنتخب التنزاني قدم مقابلة كبيرة، قدم ما هو مطلوب منه وأكثر أمام المنتخب الوطني المغربي يضم عناصر كبيرة جدا. بعض الأخطاء التحكيمية تبقى جزء من كرة القدم. المدرب غاموندي صحيح قال أنه غير راضي على بعض القرارات التحكيمية، لكن ذلك يدخل في نطاق كرة القدم. هذا تصريح احترافي جدا من مدرب يثبت يوم بعد يوم أنه مدرب كبير جدا. بالنسبة للتشكيلة، رأيي دخل أفضل العناصر ديالو الممكنة. الحارس ياسين بونو، طبعا الحارس رقم 1 في اللائحة ديال وليد الركراكي. في الدفاع ثنائي الماسيني وأكرد للمباراة الثالثة على التوالي، ثم أول المباراة الثانية على التوالي إلى ما حسبناش المقابلة الثانية اللي كندخل فيها كبديل. ثم في وسط الميدان، ثم في الأظهرة حكيمي في اليمين، مزراوي في اليسار. مزراوي اللي عاد مركز الظهير الأيسر اللي اعتاد أنه يلعب فيه مع منتخب الوطني المغربي. العناوي لعب كلاعب استرجاع، طبعا مكان سفيان أمرابط. فأمامهم كل ثنائي ديال بلال الخنوس اللي عوض لاعب المصاب، لاعب أناحي اللي غنرجعوا للإصابة ديالو، ثم الصباري اللي علامة استفهام كبيرة، مازال ما دخلش الأجواء ديال الكان إلى حدود اللحظة. حنا وصلنا الآن إلى ثمن النهائي، المقابلة المقبلة ربع النهائي. نتمنى أن اللاعب يسترجع البريق ديالو، يسترجع الإمكانية ديالو، أننا غنحتاجوه بطبيعة الحال مع إصابة ديال أناحي كيف ما ذكرنا. ثنائي ديال بلال الخنوس والصباري أول مرة كتدخل في وسط الميدان، بالتالي مازال خاصها وقت. في خط الهجوم أيوب الكعبي، في
الأجنحة أن إبراهيم دياز اللي سجل الهدف، ثم الزلزولي اللي قدم أداء مقبول نوعا ما، وما أنه بإمكانه أن يقدم ما هو أفضل، لكن اللاعبين يعيشون على ضغوطات كبيرة. كيف ما قلت، الأهم في هذه المقابلة كان هو التأهل. المنتخب الوطني المغربي سيكون في الموعد عند أي لقاء مهما كان الخصم. التشكيل أنا كنت كنعتقد أنه من الأفضل أنه إراحة حكيمي في هذه المقابلة أيضا، والدخول باللاعب الشيبي كان خيار ممتاز جدا. اللاعب الشيبي كيعيش واحد من أفضل المواسم ديالو، أزهى الفترات ديالو الكروية مع فريق بيراميدز، قدم أداءات كبيرة جدا. كنت نعتقد أن حكيمي ما كناش يعني في حاجة ماسة للمغامرة به منذ البداية، خاصة أن اللاعب مازال كيبان في هذه المقابلة، مازال ما واش 100%. لذلك كنت كنفضل يدخل الشيبي ونخليو حكيمي حتى الشوط الثاني، لكن ولذلك يدخل حكيمي منذ يعني البداية ديال المقابلة. هذه رؤية فنية ديالو هو اللي قريب للاعبين، لكن ما كيمنعش أننا نعطيو الرأي ديالنا. بخصوص باقي الخيارات كنعتقد أن أفضل ما لدينا، مع أمل أنه نتحسنوا في المقابلات المقبلة، خاصة يعني بعض لي ديشي تكنيك اللي كنديرو في الباصات، بعض التمريرات الخاطئة من بعض اللاعبين، ثم في الخروج بالكرة، خاصة من نايف أكرد اللي بان أنه يعني ثقيل في بعض الكرات اللي كانت كتحتاج في واحد الوقت اللي كنا كنقلبوا على التقدم، انه السرعه في الخروج بالكره. لكن اكرد يعني كان ثقيل في هذه الناحيه، الامر اللي خاص نراجعوه في المقابلات المقبله امام خصوم اللي غيكونوا صعاب جدا. ثم بخصوص الكرات الثابته، عندنا لاعبين يعني بقامات طويله ما كنستغلوش الكرات الثابته مع الاسف. نقطه اخرى يعني كتحتاج خدمة كبيرة من طرف الطاقم التقني في المقابلات المقبلة. على ذلك يعني المنتخب يعني كان واقف مزيان في الملعب. بعض الثنائيات خسرناهم امام اللاعبين التنزانيين. اجمالا يعني المقابلة خدينا فيها ما ينبغي، ضيعنا بعض الكرات خاصة من طرف ايوب الكعبي، الامر اللي ما خصوش يتكرر في المقابلات المقبلة. كيف ما قلت امام خصوم اللي ما غيعطيوكش فرص كبيره. الخصم المقبل سيكون هو المنتخب الكاميروني اللي تأهل قبل قليل على حساب منتخب جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف. نرجعوا للحالات التحكيميه اللي طارت جدل عند البعض نحسموا فيها. فإلا بغينا نرجعوا للحالات التحكيميه، فكانت هناك 3 حالات تحكيميه مؤثره في هذه المقابله. كانت الحالة الأولى انتباه في خطأ ضد أيوب الكعبي بعد تدخل عنيف من طرف الحارس، تدخل اللي كان متهور، وكانت اللقطة يعني كتستحق عودة الحكم إلى الفار، لكن الفار لم يستدعي الحكم، رغم أنه يعني الإعادة أثبتت أن هناك يعني اصطدام من طرف الحارس بظهر اللاعب أيوب الكعبي. اللقطة اللي بحالها تعطوا فيها بيلانتيات في مقابلات أخرى. الحالة الثانية كانت تدخل عنيف من طرف مدافع المنتخب التنزاني على اللاعب الزلزولي عبد الصمد الزلزولي، لكن الحكم لم يعد إلى الفار، رغم أن الإعادة يعني وضحت تدخل لا رياضي، تدخل عنيف جدا، كانت تستدعي عودة الحكم إلى الفار وإشهار البطاقة الحمراء، لكن الحكم لم يعد إلى الفار. ثم الحالة الأخيرة هي الحالة اللي كانت تصرح المنتخب التنزاني ضد اللاعب ماسينا، تدخل اللي كانت فيه نوعا ما رعونة، لكن من طرف اللاعب، يعني التدخل ما كانش لازم في ذلك التوقيت وفي ذلك المكان. اللقطة اللي ما كانتش فيها خطورة مباشرة، لكن بالإعادة لجنة الإعادة فنلقاو أن اللاعب طاح يعني قبل ما يلمسوا اللاعب. حتى اللمسة ديال اللاعب كانت لمسة عادية، ما كانش دفع بقوة. اللاعب أراد يعني اصطياد
ضربة جزاء من حقه ذلك، لكن الحكم كان صارم جدا. الحكم كان واضح انه الخيار ديالو من البدايه، من اللقطه ديال الكعبي اللي ما رجعش فيها للفار، انه ما غيعلنش على ركله جزاء ان لم تكن واضحه 100%. لكل رايه، لكن المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابله استحق انه يتأهل، وهذا هو الأهم. كيف ما قلت في المقابلة الثانية، المنتخب الكاميروني استطاع أنه يتأهل على حساب منتخب جنوب إفريقيا. الهدف الأول المنتخب الكاميروني من طرف شامادو كان في الدقيقة 34، ثم الهدف الثاني المنتخب الكاميروني في الدقيقة 47 من طرف كوفاني. المنتخب الجنوب الإفريقي استطاع أنه يقلص الفارق في آخر الدقائق. الدقيقة 88 كانت الدقائق الأخيرة مثيرة، لكن المنتخب الكاميروني استطاع أنه يؤمن الانتصار ديالو ويتأهل على حساب المنتخب الجنوب الإفريقي اللي قدم مقابلة سيئة مقارنة مع الأداء ديالو في المباريات الأولى. فاستحق المنتخب الكاميروني التأهل إلى الدور ربع النهائي. المنتخب الكاميروني اللي عائد من رماد يعني مشاكل قبل البطولة، إقالة المدرب والإعلان عن لائحتين، مشاكل ما بين اللاعبين، الحارس القديم وصامويل إيتو. لكن المنتخب الكاميروني بوجه مغاير جدا في هذه النسخة، يسير بخطى ثابتة، يعول كثيرا على التتويج باللقب لإرضاء الجماهير الكاميرونية بعد خيبة الإقصاء من تصفيات كأس العالم. المنتخب الكاميروني اللي عودنا دائما على الحضور في نهائيات كأس العالم تقصى من السباق في التصفيات، يعول على هذه النسخة كيف ما قلت. لكن هذه الأحلام نتمنى أنه تتبخر أمام وفاق أشرف حكيمي في الدور ربع النهائي في المقابلة التي ستجرى يوم الجمعة المقبل بملعب مولاي عبد الله على الساعة 8 مساء. في المقابلات ديال يوم الأمس كانت المقابلة الأولى ما بين المنتخب السنغالي والمنتخب السوداني. تقدم المنتخب السوداني في النتيجة، لكن المنتخب السنغالي بشخصية البطل بخبرة ديالو استطاع أنه يقلب النتيجة ويتفوق ب3 أهداف مقابل هدف ويعبر بارتياح إلى الدور المقبل. في المقابلة الثانية المنتخب المالي صمد لمدة 100 دقيقة أمام المنتخب التونسي ب10 لاعبين، استطاع أنه يخرج المقابلة ديالو بالتعادل. المنتخب التونسي اللي سجل في الدقيقة 89 ورجع المنتخب المالي في الدقيقة 95 بركلة جزاء. المنتخب المالي خدا المقابلة إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت المنتخب المالي على حساب منتخب تونس اللي لنسخة أخرى كيظهر بوجه شاحب جدا، رغم يعني بعض الأسماء في المنتخب التونسي اللي ظهرت بشكل جيد في مقدمتهم حنبع المجبري اللي خرج المدرب سامي طرابلسي في المقابله ديال اليوم امس في تغيير اللي كان غير مفهوم صراحه. اخر الاخبار يعني ان المنتخب سامي طرابلسي قدم الاستقاله ديالو مثل المنتخب التونسي مباشره بعد الفشل في المهمه ديالو، الامر اللي كان طبيعي. نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في قادم المسابقات. المنتخب المالي كيتأهل اذا لمواجهه المنتخب السنغالي في مقابله حارقه اخرى في الدور ربع النهائي. هذه هي نتائج ديال هذه المباريات الاربع الاولى اللي تجرت في هذا الدور. في انتظار مقابله يوم غد، المنتخب المصري يواجه المنتخب البنيني على الساعه 8 مساء في اكادير، ثم المنتخب النيجيري يواجه منتخب الموزمبيق في استاد مدينه فاس. المنتخب النيجيري كيف ما قلنا مرشح كبير للعبور في هذه المقابله، رغم ان المنتخب الموزمبيقي قدم اداءات كبيره جدا خاصه في المقابله مع المنتخب الغابوني. المنتخب المصري مرشح للعبور امام المنتخب بنين. المنتخب المصري يسير بخطى ثابته في هذه المنافسه، وجد نفسه في مدينه اكادير ترحب الاجواء المناسبه امام المنتخب بنين. سيحاول المواصله على نفس النسق، لكن المنتخب البنيني غيلعب بدون مركب نقص، نفس الحاله ديال المنتخب تنزانيا. المنتخب البنيني غيحاول يبين يوم غد انه قادر على خلق المفاجاه، وكره القدم عودتنا ان كل الاحتمالات تبقى وارده. في نهايه هذا الفيديو نوجه رساله للجماهير المغربيه انها يعني تحافظ على النسق ديال المسانده
ديال العناصر الوطنيه وخوض كل مقابله بالتفاصيل ديالها. والمنتخب الوطني المغربي كيف ما قلت سابقا صدقوني قادر على الحفاظ على هذا الكأس بالمغرب، الكأس التي دخلت المغرب. نتمنوا ان شاء الله انها ما تخرجش من المغرب، والعناصر الوطنيه قادره بمشيئه الله على ذلك. نخوضوا مقابله بمقابله. الاعلام ايضا خاصو يقوم بالدور ديالو الان، يعني كنشوفوا حمله اعلاميه شرسه خاصه من البلدان، يعني الخصوم والبلدان المعاديه ان صح القول، وما ان هذا المصطلح عليه ما عليه، لكن الحقيقه تقال. هناك بعض الدول تستهدف مباشره المنتخب المغرب وكل ما يخص المغرب، وفي هذه النسخه المنتخب الوطني المغربي يعني تحت استهداف مباشر. كيشدوا في بعض اللقطات العاديه جدا في مقابلات اخرى، لكن الاعلام المغربي خاصو يقوم بالدور ديالو هو الاخر لتصدير هذا الضغط على المنتخبات الاخرى، على الفرق الاخرى. كان هذا جل ما لدينا. نتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله.